الباقي. هاخد اول حاجه الانتخابات. نعم. انا ضد المستشار مرتضى منصور، وعامل برنامج حلو جدا جدا يخلي نادي الزمالك اغنى نادي، هيخلي الزمالك 15 فرع، هيخلي اعضاء الزمالك دولت مفيش بعد كده يخشوا نادي يحسوا ان هم في اوروبا. وانا سقطت. المفروض اعمل ايه؟ اروح للمستشار اللي نجح، مش اللي نجح بقى، يروح الافكار دي. يلا ايدنا في ايد بعض. انا كان عندي برنامج مستشار مرتضى منصور، لو حد جه يأجر محل بيفتح له صدره، ده هيجيب ده فلوس دخل للنادي، صح، دخل للنادي الزمالك. فتخيل بقى واحد كان عايز يعمل النادي اللي هو طبعا اللي بيقول كده حاجه كبيره جدا، هيقول له لا تعالى حط ايدك في ايدي ونكبر نادي الزمالك ونعمل 15 فرع ونعمل نادي اكتوبر ونعمل مش عارف ايه ونجيب ارض في التجمع اللي انت مش انت كان عندك اسمها ايه بيقولوا عليها ايه؟ برنامج انتخابي. برنامج انتخابي. تعالى حط ايدك. ليه بعدت وعمال تشتمني؟ انا عمال تعمل حاجات من ورايا وحشه جدا عشان تشني ليه؟ ده ناديك، ده ناديك اللي انت كنت مرشح نفسك فيه. نعم. والناس اللي هي في ايدها النجاح والعدم النجاح، طبعا ربنا الاول، قالت لك انا مش عايزينك انت. طب انت لو جيت بقى قدمت البرنامج الانتخابي بتاعك وحطيت ايدك في ايدنا وطلعنا زي ما انت قلت الحاجات اللي انت كنت قايلها بطريقه جميله، كان لما هتنزل انتخابات السنه الجايه الدوره الجايه كان حد هيخليك ما تنجحش؟ لا صح، بالعكس، ده انت راجل خدمت النادي وانت بره النادي. نعم. وحطيت ايدك في ايد المنافس بتاعك. المنافس الشريف اللي انتوا شرفاء مع بعض اتنافستوا، انا نجحت وانت ما نجحتش. بس ده لو هو هدفه الزمالك مش هدفه الكرسي. ايوه، مش هدفه المصلحه الشخصيه. عشان كده بقى قلت ليه النقطه ديت. يبقى انت ما كانش هدفك بقى ان انت برنامج انتخابي مش عارف، انت كنت عايز الكرسي تقعد عليه. ونبتدي بقى احنا بقى نيجي الدوره اللي جايه ندفع ديونك وندفع زي ما بندفع دلوقتي ديون الناس اللي قبلينا، يعني عمالين ندفع في ديون زي ما احنا عايزين، وعمالين نكسب قضايا اترفعت علينا واحنا مش موجودين اصلا. نعم. فاهمني؟ دي نقطه. هم بيقولوا نقطة، ان انا عندي نقطة قوية جدا بعد ما يخلصوا. نقطة يمكن تطول سنة بتاع دقيقتين ثلاثة كده. ماشي، هروح للاستاذ محمد رجب وهرجع لحضرتك تاني. لا اصل كابتن جمال عنده ميزة، بيحب ان هو يرتب افكاره كده وبعدين عايز يسمع تعليقات كنت بقى بعدين هو يطلع بالجديد. فيعني كامل الاحترام له طبعا. هو اكيد يعني بيسري الحلقة، اي حلقة هو موجود فيها اكيد بيبقى فيه اضافات كتير جدا. الجيم يتحب اصله وتحب تسمعه يعني. اكيد ربنا اكيد طبعا. ربنا يكرمك. اتفضل يا محمد. لا انا استوقفتني جمله قالها المستشار مرتضى منصور. طبعا هو لما مرتضى بيتكلم بياكل ناس كتير قوي عيش تاني يوم. لا الفيديوهات كلها واخد بالك واخده الكلام وعماله تعلق. فهو مصدر من مصادر الرزق اللي ربنا عملها لبعض الناس اللي بتطلع تاخد كلامه وتشتغل عليه. انا بقى وقفت عند حته ايه؟ عايز حقي وحق الحاجة وأميرة وأحمد. أنا قريب من الأسرة أكيد، وأعلم تماما الحاجة اللي مسها بكلمة. أنا شخصيا لو أعرف الشخص اللي مس الحاجة بكلمة أقسم بالله العظيم ما أديله ولا باللي أنت عارفه. واخد بالك؟ لا ست محترمة وحاجة بيت ربنا ويعني عايز اقول لك حد شاف الحاجه يا كريم ولا يعني شاف ضفر ايديها دي؟ ست محترمه وفي حالها. مين الكلب اللي يطلع يجيب سيرتها؟ مين؟ وامير يتقال عليه الكلام اللي اتقال، واحمد واميره. انا كنت حاضر الواقعه اللي قال عليها مرتضى لما جمهور النادي المنافس ضربها بطوبه شقت دماغها، وكان فاروق جعفر حتى معايا في المستشفى في هذا التوقيت واحنا معاها في المستشفى. واخد بالك؟ يعني انا عايز اقول الناس دي يعني مش رهبان، يعني الناس دي برضو بشر. بشر دم ولحم. طب مرتضى نفذ القانون والحق اللي مش حقه خده. طب هو بقى لازم يا كريم، السوشيال ميديا النهارده بتخرب بيوت وبتهين ناس. لازم الدوله بجلاله قدرها السيد
اللواء محمود توفيق وزير الداخليه، نعم، وعنده جهاز مباحث الانترنت، وعنده الصلاحيات انه يطبق القانون. وانا بحترم هذا الرجل اللي برضه موفر الامن والامان لمصر، واخد بالك، في غياب التطرف والارهاب والكلام الفاضي ده كله. فانا بناشد بس الاجهزه تشوف مين الناس اللي على الانترنت والسوشيال ميديا اللي عماله تهين في الناس وتجيب سيره الناس وتشتم الناس. ما احنا مش ده مجتمع مصر، مش ده مجتمع الاخلاق يا كريم اللي اتربينا عليه واللي انا عشته في مصر. احنا عشنا على احترم الكبير ونزور المريض وما نجرحش في حد حتى لو كان غلطان، واخد بالك. كنا نطبطب على بعض كده لما يكون في مشكله ونقول للناس لبعضيها يا عم حقك عليا، يا عم انا اللي غلطان لك. فين القيم؟ جدول القيم والمبادئ اتشقلب. يعني احنا كنا بندرس في علم النفس جدول القيم، الشجاعه والمروءه والايثار، واخد بالك، ايثار الاخرين على نفسك، ازاي تفضل واحد عليك، واخد بالك. جدول القيم اتشقلب. مش ده مجتمعنا، مش ده مجتمعنا. وانا لو ليا راي نعمل وزاره للقيم. نعم، احنا في احتياج شديد ان احنا نراجع القيم بتاعتنا. نعم، ونراجع اللي بيحصل على السوشيال ميديا. مش ده مجتمعنا. نعم، مش دي مصر. نعم، مش ده رمضان. لا، مش ده رمضان يا كريم اللي عشناه طول عمرنا. صح. احنا بنشوف على شاشات التلفزيون كلام ما انزل الله به من سلطان. برنامج اسمه برنامج المهزئين اللي بيجي بعد الفطار، اللي عايز يتهزق يروح بالفلوس. انا اول مره اشوف ناس عندها كيف تتهزق وتاخد فلوس، واخد بالك. فايه ده؟ ايه ده؟ فين يا كريم حديث الشعراوي وفوازير نيلي ولا شريهان ولا فين المسلسلات التاريخية والمسلسلات الدينية؟ بوجي وطمطم للاطفال وبكار قبل الفطار. نعم. بكار اللي كان بيقدم للاطفال معلومات قيمه جدا ساعه الفطار. نعم. فين مسلسلات اذاعه الشرق الاوسط؟ نعم. فين يعني فين ليالي الحلميه؟ فين ارابيسك؟ فين المسلسلات اللي كانت بتدي قيمه للمجتمع؟ نعم. الكلام ده كله احنا عايزين وزاره للقيم يا كريم. ارجو ان يكون في حد بيسمع. احنا في قناه فضائيه، ما احناش في قناه يوتيوب. نعم. وانت اكيد حضرتك دلوقتي والله يمكن كنت بتناشد معالي وزير الداخليه، طبعا هو شخصيه محترمه وكل اداراته، يمكن اداره كمان تكنولوجيا المعلومات ومباحث الانترنت. يعني لك ان تتخيل يا استاذ محمد تاكيدا بس على كلامك، والله معلومه عبير كنت بتكلم فيها مع المستشار مرتضى منصور من كام يوم. يعني عشان كده بقول انا عايز حقي، عايز حقه بالقانون، عايز طبعا حقه ما ده وحق اسرته. بيه يا كريم 160 بلاغ 160 بلاغ ضد الكتائب اللي تبع الاهلي، وضد محامين الاهلي اللي اساءوا للمستشار مرتضى منصور، ضد المسؤولين اللي طلعوا تطاولوا، ضد اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. 160 بلاغ. انا شخصيا والله يمكن الشهر اللي هو اللي كان المستشار مرتضى منصور في محبسه دوت، انا اتعرضت لكميه حاجات من نفس الناس دي ونفس الكتائب دي. رحت جريت واخدت عملت البلاغات رسمي، وعملت المحاضر وعملت الكلام ده كله، لان الموضوع فاق يعني خلاص بقى حاجه انت لا تتحمل كميه الاساءات اللي الواحد بيتعرض لها على مدار الشهر اللي فات ده بالذات. يعني حاجات والله العظيم انا جيت في لحظه كده فكرت لا انا بصراحه الموضوع زاد قوي، اصل ما كانوا مزودينها جدا، وبعدين بقى خلاص المستشار مش موجود فيستلمونا واحد ورا الثاني. لكن تخيل رئيس نادي الزمالك بيطالب ب 160 بلاغ رسمي عشان يجي له جزء من حقه. ده حقه، زي ما هو الراجل اي حاجات قبل كده زي ما حضرتك قلت دلوقتي والناس كلها شافت، لما يبقى عليا حاجه انا التزمت واتطبق. لكن الناس دي حاجات السوشيال، يعني البلاغات دي بتاعت المستشار مرتضى ضد مثلا